السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض ايس كريم بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير اللي نحتاجها للوصفة هذه: عندنا 2 كيسان ماء، كاس بودرة الشونتي، ملعقة اكل جليكوز، فانيلا سائلة، و 50 غرام فلون كراميل كريم. نبداو على بركة الله. نضع في كاسرونة الفلون والماء والجليكوز، نخلطوهم مليح حتى يذوبوا ونوضعوهم على نار متوسطة. نخليه على النار حتى يبدأ يتكاتف مع التحريك المستمر. بعدوه على النار، نفرغوه في إناء ونغطوه ونخلوه يبرد. نخرجوه من الثلاجة، نضيفوا له الشونتي ونطلعوه بالخلاط الكهربائي. في الأخير نضيفوا الفانيلا السائلة ونواصلوا الخفق حتى يتكاتف الخليط. نوضع الآيس كريم في علبة بلاستيكية وندخلوه المجمد لمدة 6 ساعات. مرور الوقت نخرجوه من الثلاجة بواسطة شوكة، نحاول أننا نحل هذا الآيس كريم، ثم نستعمل الخلاط الكهربائي. بعد ما نحل الايس كريم بالخلاط نعاود نرجعو العلبة للثلاجة، نخليها ساعة في المجمد، بعدها نخرجها ونقدمها في كؤوس بردية مع تزيين اختياري. هذه هي الوصفة اللي قدمناها وحضرناها اليوم مع بعض، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. في الاخير نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.